السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض الجلاش باللحمه المتعصجه. من الوصفات السهله جدا والبسيطه واللي ما بتاخدش وقت كبير واحنا بنعملها، وبجد دي من الوصفات اللي بيبقى طعمها حلو جدا. وكمان هقول لكم في الفيديو على شويه تريكات صغيره ازاي يطلع معانا مظبوط من اول مره ويكون مورق وجميل. وكمان هقول لكم في الفيديو ده على سر التسويه المظبوط اللي هيخليها تاخد لون من تحت ومن فوق وتطلع مستويه معانا. وحقيقي الجلاش من الاكلات السهله اللي بنحب نعملها كتير، لانها ما بتاخدش وقت وفي نفس الوقت طعمها بيبقى حلو جدا وبتكون خفيفه كده. فيلا بينا نبدا ونشوف طريقتها ازاي. واول حاجه هنبدا بيها وهي تعصيج اللحمه. في طاسه على النار، نار تبقى نار متوسطه. هنضيف فيها عندي بصله كبيره مفرومه ناعم، وعليها معلقتين سمنه بلدي او ممكن تستبدلوا السمنه بزيت عادي. هنقلب البصله كويس لعند ما تدبل وتاخد لون ذهبي خفيف. ولازم ناخد بالنا ان احنا ما بنحرقش البصلة خالص، هي بس يدوب هتدبل وهتاخد لون دهبي خفيف، وبعدين هنكمل باقي الخطوات. وهنا كان خلاص البصلة اخدت اللون اللي احنا عايزينه، ما تزودوش طبعا اللون اكتر من كده. بعد كده هننزل عليها بنص كيلو لحمة مفرومة. يعني لو هتعملي لفة جلاش وزنها نص كيلو، فهتحتاجي نص كيلو من اللحمة المفرومة. هنقلب اللحمة كويس جدا مع البصل لعند ما اللحمة لونها يبدأ يتغير ويبقى غامق شوية. واول ما اللحمه اتشوحت واخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده، هنبدا نضيف عليها البهارات. معايا معلقه صغيره قرفه، معلقه صغيره فلفل اسود، وعندي مكعب مرقه كسرته الاول قبل ما اضيفه، ومعايا كمان معلقه كمون وملح. انا هنا ضفت معلقه ملح، بس الملح هنا على حسب الرغبه. هنقلب البهارات كويس جدا مع اللحمه. بعد ما قلبنا البهارات كويس جدا مع اللحمه وريحه البهارات كده طلعت، هنضيف عليها قرن فلفل احمر قطعناه قطع صغيره. والفلفل هنا اختياري، بس بيدي طعم حلو جدا ونكهة حلوة جدا للحمة المتعصجة. والفلفل ده بارد مش حراق ولا حاجة. ولو انتوا حابين ان اللحمة تبقى سبايسي كده معاكم، ممكن تضيفوا قرن فلفل حراق عادي جدا، او تضيفوا نص معلقة شطة. هضيف كمان معلقة كبيرة هرمية من صلصة الطماطم. ممكن تستخدموا الصلصة الجاهزة او صلصة تبقوا عاملينها في البيت. بعد كده هنضيف عليهم جزرة كبيرة مبشورة ناعم، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. في المرحلة دي ممكن تدوقوها وتشوفوا ملحها مظبوط او لأ، ولو حسيتوا انها دلع شوية فممكن تضيفوا عليها شوية بهارات تاني. وضفت عليها هنا معلقة صغيرة من السبع بهارات. وهنا كان خلاص اللحمة استوت. هندفع عليها النار وهنسيبها تبرد شوية قبل ما نستخدمها في الجلاش. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله جميلة جدا. تاني حاجة معانا وهي الجلاش. انا هنا هستخدم لفة جلاش وزنها نص كيلو. هنقسم لفة الجلاش لنصين بالويم كده، او ممكن حتى تعدوا الورق وتقسموه نصين. وبالنسبة للصينية اللي هنسوي فيها الجلاش، فانا هسويها في صينية ألمونيوم، لان هي حقيقي بتبقى حلوة جدا في تسوية الجلاش، احسن من اي نوع صواني تانية. ودلوقتي هنحضر الصينية وهندهنها كويس جدا بسمنة بلدي، وده عشان الورق ما يلزقش في الصينية. ودلوقتي هنبدأ نفرد ورق الجلاش عندي في الصينية. وورق الجلاش اللي معايا اكبر من مقاس الصينية، فهناخد الورقة وهنقسمها نصين. اول نص بنحطه في الصينية وهندهنه بسمنة بلدي كويس جدا، وده عشان يمسك كده ويبقى طري ويدينا طعم حلو جدا في الجلاش. وبعد ما دهناه بالسمنة، هناخد النص التاني ونحطه فوقه. برضو هنضيف عليه شوية سمنة بلدي، يعني بين كل طبقة والتانية بنضيف سمنة. وده اللي بيخلي الجلاش معانا مورق وطعمه حلو. وبعد كده هنكمله بنفس الخطوات، ان احنا هناخد ورقة من الجلاش وهنفردها عندي في الصينية، وهظبط الورقة من غير ما اضغط عليها. وبعدين هنضيف السمنة وهنفردها كويس على الورقة كلها. وبعد ما ضفنا السمنة، هنتني النص التاني من الورقة، وبعدين هندهنها بسمنة. وهنكمل بنفس الطريقة لعند ما نخلص نص لفة الجلاش. ويفضل الجلاش اللي انتوا هتستخدموه يكون طازة ومش متقطع، وده عشان يسهل عليكم وانتوا بترصوه في الصينية.
ولما نخلص نص كمية ورق الجلاش اللي معانا هننزل باللحمة المتعصجة اللي احنا جهزناها، وهنوزعها كويس جدا عشان تبقى طبقة متساوية، ما يبقاش في حتة مليانة وحتة فاضية. وانا بحط اللحمة بحب ان انا اعملها كده بظهر المعلقة عشان تمسك في الورق وتبقى ثابتة، وبكده عندنا النص الاول من الجلاش جاهز ومتغطي باللحمة المتعصجة. وزي ما قلت ان النص كيلو لحمة مفرومة بيكون كافي جدا للفة جلاش وزنها نص كيلو. وبعد كده هنكمل رص كمية ورق الجلاش اللي باقية، وما ننساش ما بين كل نص والتاني هندهنها بسمنة. ودلوقتي بعد ما خلصت رص الورق كله وحطيت السمنة بين الطبقات، دلوقتي هنقطع الجلاش قبل ما ندخله الفرن. ولازم نقطع الجلاش وهو لسه ني، وده عشان الجلاش ما يتكسرش بعد ما يستوي. ممكن نقطعه مربعات او مستطيلات او حتى مثلثات زي البقلاوة كده، كل واحد حسب ما يحب. واهم حاجة ان احنا نوصل بالسكينة لحد تحت عشان يبقى متقسم كله بالتساوي. وبعد كده هنجهز الخليط اللي هنضيفه على الجلاش، وده هيخليه طري معانا وما يتكسرش ولا ينشف. معايا اول حاجة كوباية حليب، هنضيف عليها بيضتين في درجة حرارة الغرفة، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وده اساسي معانا لان هو اللي هيدي الجلاش توريقة حلوة، وربع معلقة صغيرة او نص معلقة من الفلفل الاسود، وده عشان زفارة البيض. بعد كده هنقلبهم كويس جدا مع بعض لعند ما البيض يدوب معانا. هنصب الخليط ده على الجلاش وهو لسه ني من قبل ما ندخله الفرن، وبعدين هنفرد الخليط ده في الصينية كلها وهنخليه يدخل ما بين الفراغات اللي موجودة في الجلاش، وده عشان الجلاش يبقى مورق معانا وكمان طري، وكمان ما يبقاش ناشف كده ولا يتكسر مننا. ولما توزعوه كويس جدا في الصينية وتتأكدوا ان هو خلاص اتشرب من الخليط ده، وفي الوقت ده لو حسيتوا ان كمية الخليط زيادة في الصينية ممكن تصفوا زيادة منه. وبعد كده هنضيف على الوش سمسم وحبة البركة. السمسم وحبة البركة هما اختياري بس حقيقي بيدوا شكل حلو جدا للجلاش، وكمان طعمهم بيبقى حلو قوي. وبنضيف السمسم وحبة البركة والجلاش لسه ني كده، يعني من قبل ما ندخله الفرن. بعد كده هندخله الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، وهنستنى لعند ما ياخد لون ذهبي من فوق ومن تحت. والجلاش من الاكلات اللي بتستوي بسرعة، يعني ما بتاخدش وقت كبير وهي في الفرن، يعني في وقت قليل هتلاقوه اخد لون ذهبي جميل من تحت ومن فوق واستوى معانا. وهو اخد تقريبا حوالي 15 دقيقة، وده برضو على حسب درجة حرارة الفرن. وبعد كده هنبدأ ان احنا نقطعه تاني، وزي ما انتم شايفين كده ان هو بيتقطع بسرعة جدا من غير ما الجلاش يتكسر معانا، وده لاننا مقطعينه قبل كده. شايفين بقى قد ايه طريقته سهلة وبسيطة وخطواته واضحة، وبجد دي من اسرع الاكلات اللي ممكن تجربوها، وطعمه بيبقى حلو جدا، وكمان اصلا ريحته في الوقت ده كانت طالعة حلوة قوي. بعد ما قطعناه هنغطي عليه بصينية او حاجة من دقيقة لدقيقتين عشان يفضل الجلاش معانا طري وما ينشفش. بعد كده هنقطعه وهنطلع منه قطع. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا. طبعا ما لزقش معانا في الصينية، وده بسبب ان احنا ضفنا سمنة، والطبقات عندنا مورقة، يعني ما شاء الله شكله جميل جدا. شايفين قد ايه الطريقة بسيطة وما فيهاش تعقيد، بخطوات سهلة ومكونات بسيطة وعلى قد الايد عملنا وصفة تنفع غدا او للعشاء او حتى في العزومات، ولو في عزومة بيبقى شكله حلو جدا على السفرة. جربوا الجلاش باللحمة المتعصجة بالطريقة دي وان شاء الله هيعجبكم. ولو وصلتم لعند هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، واشوفكم على خير في فيديو جاي.